الدهون دي طريقة سهلة وبسيطة. فانوس بس ده نشيله. هتعجبكم جدا وهترجع الخشب نظيف زي الفل. تابعوني للنهايه وما تنسوناش في اللايك والشير والمتابعه كمان. يلا بينا على طول نشوف هنعمله ازاي. مطابخ الخشب ما بيتحطلهاش ميه ابدا ابدا ابدا، وانا عارفه اصلا مطابخ الخشب دي انقرضت من زمان، يعني قليل اللي هتلاقي عنده مطبخ خشب، ممكن يكون بقى ايه المطابخ قديمه. حاليا معظم المطابخ هي فوطه كده وبتتمسح وخلاص. فالفيديو للقله القليله اللي عندهم لسه مطابخ زمان يثبتوا نفسهم بقى ايه تحت في اللايكات والكومنتات، يقولوا احنا مطابخ قديمه او مطابخ زمان. مش هنحتاج ميه خالص علشان ما يحصلش طبعا ان الخشب يبوظ او يعفن او يكون بكتيريا او اي مشاكل. هستخدم بيكنج باودر اللي بنعمل بيه الكيكات او كربونات الصوديوم المتوفر عندي. خلاص ما تكتريش منه عشان بيشبر او بيعمل اللهم صل على النبي، اسمها ايه، تحسي كده ان المطبخ مجير تجير. خلاص هحط حبه صغيرين اهو، دي في حدود معلقه صغيره ممسوحه. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي قناه طبعا قبل دي، في منكم عارفين في ناس لا مش عارفه، فكنت مقدمه الوصفه دي عليها قبل كده، اخدت ملايين الدعوات. كان الفيديو قديم جدا يمكن من 7 سنين ولا حاجه، فما شاء الله كان جايب نتيجه حلوه جدا مع ناس كتيره جدا. فجربوه انتوا كمان باذن الله يجيب معاكم نتيجه روعه. حطيت معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، شويه ملح، عصره ليمون، كمان هحتاج صابون من بتاع الاطباق، حاجه بسيطه برضو علشان مش محتاجين نشطف. بصوا